أروي لكم قصة عن الاستغفار وفضل الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب شخصا أو يحرمه من شيء وهو ما دام يستغفر، فألزموا الاستغفار وكثرة الاستغفار. الآن سأروي لكم قصة عن فضل الاستغفار وكيف يغير الاستغفار الأقدار ويغير حياة الأشخاص. القصة تقول بأن كان هناك شخص أو ناجح دراسيا لديه شهادة جامعية. بعدما تخرج من جامعته وحصل على الشهادة بامتياز، تقدم لوظائف عديدة فلم يقبل هذا الشخص. كذلك جميع امتحانات أو مباراة الوظيفة العمومية كان يتقدم إليها، فكان دائما يرسب في امتحانات وكان لا يقبل في الوظائف. فالتقى بصديق كان له في الدراسة، فوجده يعمل في مكان ما وقال له: ألم تعمل؟ قال: لم أعمل، إنني تقدمت لعدة وظائف فلم أقبل. فقال له: سأعطيك كنزا عظيما، وهو الاستغفار. استغفر الله بأعداد كبيرة، انظر ماذا سيجرى في حياتك. وقام هذا الشخص بالاستغفار لمدة ليست طويلة، وكان ورده اليومي 50,000 استغفار يوميا. لا أعرف إن كان هذا الشخص يستغفر بالليل أو النهار، لأن 50,000 أظن أنه كان يستغفر بالليل والنهار. المهم أن ورده اليومي كان يستغفر 50 استغفار، ولزم هذا الاستغفار لمدة لا تقل عن 10 أيام. لزم هذا الاستغفار من نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان. المهم كان يستغفر 50,000 استغفار في اليوم. وبعدما تقدم لوظيفة قبلوه، من بين 10 أشخاص قبل في هذه الوظيفة. كان راتب هذه الوظيفة جيد جدا. هذه تعتبر أول بشارة من بشائر الاستغفار. الاستغفار يفرج الهموم ويفتح الأبواب المغلقة. الأعجوبة الثانية أنه كانت لديه نية بالزواج من فتاة، وهذه الفتاة كانت تدرس معه جامعيا وهي كذلك عمل. فكان يقول له أبو الفتاة: أنت ليس لديك مدخول، كيف تصرف على هذه الأسرة وكيف ستعيش ابنتي معك؟ ولكن عندما عمل في هذه الوظيفة براتب جيد، تقدم لخطبة الفتاة. فلما علم والدها بأنه يعمل في مكان جيد وراتبه جيد، قبل الزواج ابنته من هذا الشخص. وهذه من عجائب الاستغفار. فاعلموا أن الاستغفار يغير الأقدار، لأن الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يحثنا على أننا نستغفر بأعداد كثيرة. أتمنى أن تعجبكم هذه القصة، وشاركوا معي في التعاليق إن كانت لديكم قصص عن الاستغفار وفضل الاستغفار، أو عرفتم شخصا تغيرت حياته بفضل الاستغفار، فهذا يزيد من يقين الأشخاص الذين لم يسمعوا عن الاستغفار وعجائب الاستغفار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.